السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الانمي بتاعنا حابب اشرح لك حاجة معينة عشان تفهم هتكلم في ايه. في الانمي بتاع النهاردة بيحكي عن عالم المتجاوزين، ودول ناس عندهم قدرات خارقة قدروا يستخدموها عشان ينموا مهاراتهم. ولفظ المتجاوز دول بيطلق على البشر اللي قدروا يكتسبوا القدرات دي. يبقى عرفنا اللي بيحكي ان البشر العاديين يقدروا يكتسبوا القدرات بتاعة المتجاوزين عادي، بس بشرط انهم يشربوا من ترياق معين، والترياق ده بيحولهم لمتجاوزين بس من الرتبة التاسعة. وعالم المتجاوزين نفسه بيتقسم لرتب مختلفة، كل جزء منهم بيتقسم لتسع رتب. كل جزء برضه بيبدأ من الجزء التاسع لحد ما يوصل للجزء الأول، وهكذا في كل قسم. وما ينفعش المتجاوز يعدي الجزء اللي هو فيه ويوصل للي أعلى منه غير لما جسمه يمتص الترياق اللي أخده. بمعنى إن لو حد شرب الترياق بتاع المستوى التاسع ما ينفعش ينتقل للمستوى الثامن غير لما جسمه يمتص الترياق، واستحالة إنه ينتقل للمستوى الأول مرة واحدة إلا ما يعدي بكل المستويات الأول. واللي هيقدر يوصل للمستوى الأول هيبقى في منزله الحاكم بالظبط، وده عشان هيكون اكتسب قوة خارقة كتير بتساعده تنمي مهاراته، وكمان قوته أصلا بتزيد لأنه بيكتسب قدرات خارقة. وبيحصل كل فترة حرب أو معركة بين المتجاوز عشان يثبتوا مين فيهم الأقوى واللي يبقى حق بالمنصب بتاعه، خاصة لما واحد فيهم يوصل لمنزل الحاكم الكل بيبقى طمعان في المنصب بتاعه، بس قوته ساعتها هي اللي بتحدد كل حاجة إذا كان هو يستاهل منصبه ولا لا. وقبل ما نبدأ بقى ركز في حوار التريقة اللي لازم البشر يشربوه عشان يتحولوا لمتجاوزين. وبعدين افتكر ان المتجاوز ما ينفعش يعدي مستوى غير لما جسمه يمتص تريقة المستوى اللي هو فيه. وبكده اكون شرحت لك الاساس بيقوم على انمي النهارده، وتعالى بينا نبدأ. الانمي بيبدأ بشخص هو بيعمل من مكان عالي وكأنه واقع من طيارة في السماء، بس فجأة نفس الشخص ده بيفوق بيكتشف انه كان بيحلم، لكنه مش عارف المكان اللي هو فيه، كأنه انتقل لعالم او زمان تاني خالص. وبيبقى مفكر انه لسه محبوس جوه الكابوس بتاعه ومش قادر يحدد هو عايش ولا لا. فبيقوم يحسس على راسه اللي بنكتشف ان جواه جرح تقريبا من اثر رصاصة، وبرغم ان راسه كانت مخرومة حرفيا اللي ما كانش حاسس بوجع ولا حاجة. كل الحكاية انه مزول من الجرح مش اكتر. فبيحاول يفتكر اللي حصل له ووصله لحد كده، لكنه بيسمع هلاوس من حواليه وفي شخص بيناديه بكلاين عشان نعرف انه اسمه كلاين. بس اول ما بص في المرايه بيقول ان هو مش كلاين. بنكتشف انه انتقل لزمن مختلف فعلا زي ما كان شاكي. في نفس الوقت بننتقل لمكان تاني عشان نشوف جريمه قتل لشخصين اسمهم ويلش ونايا، والاتنين زمايل في نفس الوظيفه وكمان اصحاب في الكليه. والظباط اللي بيتحروا عن الجريمه بيكتشفوا انها جريمه انتحار مش جريمه قتل. لكن الغريب ان ويلش ونايا نفذوا طقوس السحر الاسود قبل ما ينتحروا، كانهم كانوا يستعدوا كائن غريب عشان يدخل العالم بتاعهم، بس عشان ما استحملوش الطاقه اللي خارجه منه قلت لهم روحوا له. والظابط بيكتشف ان كلاين زميلهم التالت كان معاهم قبل ما يموت هو كمان، بس جثته مش موجوده لكنه في محل شبهه جنائيه. ويبداوا يحكوا عنه شويه معلومات زي انه يتيم وعايش في البيت لوحده ولسه متخرج من الكليه قريب وبيعرف يتكلم اكتر من لغه. ولما بنرجع مره تانية لكلاين بنشوفه هو بيقرا كتاب شبه المذكرات كده، هو بيحكي اللي حصل اول ما قابل ويلش بعد ما اتخرج، وانه كبدايه كده قدروا يفكوا رموز كتاب قديم في السحر، وان الكتاب كان بيتكلم عن الملك الاسود الغامض اللي محدش قدر يفك الشفره السريه بتاعته ولا يعرف عنه اي معلومه. لكنه من اول ما بدا يدور عنه كأن في لعنه حلت عليهم. بس هو بيقلب في المذكرات بتاعته بنكتشف ان في صفحه مقطوعه هو مش عارف ايه اللي كان مكتوب فيها، لكن فجاه بتظهر جمله بالحبر الاسود بتقول ان الكل هيموت بما فيه انا، ده اللي هو كلاين يعني. ما بيفهمش الجمله دي مين اللي كاتبها ولا كاتبها ليه، لحد ما بتطب عليه اخته اللي بالمناسبه هي اخته في العالم ده بس وكانت لسه طالبه في الكليه، فنازله تطمن عليه وتشوفه لو عاوز حاجه عشان تروح الكليه دلوقتي. فبيحاول كلاين يخبي عنها المسدس اللي بيشوفه على المكتب وكمان الجرح اللي في راسه، وما انها كانت لسه صاحيه من النوم فما تبقاش شايفه قدامها وده بيساعده شويه. المهم ميليسا اخته بتسيبه وتخرج وهو بيقف يكلم في نفسه، لكنه بيسال نفسه سؤال مهم قوي: هو ليه ما ماتش بعد ما ضرب على نفسه رصاصه؟ هو ليه اثر الرصاصه ما يطلعش دم زي الجروح العاديه؟ هل هو بسبب انتقاله للزمن الجديد ولا بسبب ان في تفاصيل كتيره مش موجوده؟ وبيفضل مركز في الكلام او بيقول ان اكيد اللي بيحصل له ده بسبب طقوس الحظ اللي عملها في الزمن بتاعه على دخلة اخته ماليسيا اللي جايبه له الفطار. فبيتخض منها وراسه بتخبط في السقف وبيطلب انها تجيب طلبات البيت لحد ما ترجع لانه هيتاخر شويه. لكن بمجرد ما تخرج بيعتذر لها في سره على اساس انه ممكن ما يكونش موجود لما ترجع يعني، وبيقوم يجهز نفسه عشان يخرج وبياخد المسدس بتاعه معاه، وبيقول انه لو طول اكتر من كده هنا مش بعيد تحصل مشاكل كتير. وبيفكر انه يعمل نفس الطقوس اللي عملها في العالم بتاعه يمكن يقدر يرجع من تاني. وبيطلع يتمشى في المدينه وهو مش عارف هيروح فين وعمال يربط الاحداث ببعض يمكن يلاقي حل يرجع بيه. لكن هو ماشي بيحس ان في حد بيراقبه فيبقى متوتر شويه، فبطلع منه عمله معدنيه على الارض ولما بينزل يجيبها بيلاقيها مهرج واقف قدامه واللي بيعرض عليه انه يحضر معاهم السيرك النهارده. فبيعتذر له كلاين وبيسيبه وبيمشي، لكن هو ماشي بنلاحظ شخص بيراقبه من بعيد وعشان يهرب منه بيدخل خيمه جوه السيرك من غير ما ياخد باله. ومن حظه بقى ان الخيمه دي كانت بتاعه عرافه اللي بتعرض عليه بكلام كله حكم كده انها تشوف له المستقبل بتاعه. فكلاين بيبقى عنده فضول يعرف كل حاجه عن ماضيه وايه اللي وصله لحد هنا، وبيقعد يسال عن الماضي والحاضر والمستقبل بتاعه. فبتطلع العرافه 3 كروت كل كارت فيهم يبقى خاص بزمن معين، واول حاجه بنتكلم معاه فيها هي الماضي وبتقول له انه احمق، لكن بيقطع كلامه من العرافه الحقيقيه واللي بنكتشف ان البنت دي كانت المساعده بتاعتها مش اكتر. فبيطمن
من كلاين ان الكلام ده اللي قالته مش صح، لان اكيد خدامه مش هتعرف تقرا المستقبل. لكن البنت بتصدمه وبترد على العرافه بان التنبؤ بتاعها بيبقى دايما دقيق، فبيتخض كلاين لكن بيسيبهم ويخرج. ولما بيرجع البيت بيجهز نفسه عشان يعمل الطقوس بتاعه الساحر، يمكن يقدر يرجع للزمن بتاعه، وبيفضل يقول في تعويذ لحد ما بيخلص، لكنه بيتفاجئ ان مفيش حاجه حصلت وبكده هيبقى محبوس جوه العالم ده. لكنه بيبدا يصرخ من الالم وكانه بينتقل جوه عقله لحد ما بيشوف نفسه بيصرخ وحواليه مكان متدمر. وفجاه بتظهر بنت وشاب قدامه اللي بيبقى عندهم قوه خارقه، وكلاين واقف قدامهم مش عارف يتكلم، فبيسالهم كلاين عن المكان اللي هو فيه، لكنهم ما بيردش عليه، كل اللي بيقولوا انهم موجودين في العالم السماوي. فبيستغرب كلاين ان العالم ده متدمر على الاخر وما بقاش عارف حقيقته ايه ولا هو اسمه ايه اصلا، لحد ما بتظهر ترابيزه كبيره عامله زي الضريح كده، هو بيقعد على راسها، والبنت والشاب بيقعدوا حوالين منه وبيسالوه عن اسمه، فما بيردش عليهم غير بالاسم اللي البنت العرافه قالت له عليه، هو الاحمر. فالبنت بتساله تعمل ايه عشان تبقى من المتجوزين، لكن كلاين ما بيعرفش يرد عليها اصلا. وساعتها الشاب بيقول له ان عندهم قوه كبيره جدا والبنت يقدروا يستخدموها في طاعته، فبيفكر شويه بيقول انه ممكن يستغل قوتهم دي في انه يرجع للعالم بتاعه. عشان كده بيقرر يعمل معاهم اجتماعات دوريه بحيث انه يتعلم القوه وبعدين يبقى يسخرها لنفسه. لكن فجاه بيسمع صوت خبط على الباب وما بقاش قادر يستحمل الصوت خالص وبيمسك راسه، ووقتها بيسمع البنت والشاب وهم بيسموا نفسهم العداله والشاب المشنوق، وعلشان مش مستحمل الصوت بيقرر يوقف الاجتماع لحد كده. فالبنت والشاب بيتخانقوا فورا وبينتقل كلاين للبيت من تاني، بيفكر انه كان بيحلم لحد ما بيسمع صوت خبط على الباب. ولما بيفتح الباب بيكتشف الاتنين ظباط اللي اسمهم ميتشل وسميث وهم واقفين وجايين يحققوا معاه بخصوص جريمه الانتحار. ولما بنسالوه عن اللي حصل بيقول لهم انه مش فاكر اي حاجه خالص غير ان نايا وويلش كانوا بيتصرفوا تصرفات غريبه كانهم ممسوسين، وبيعرفوا انه مش فاكر اي حاجه تانية حصلت له غير انه لما فاق لقى نفسه مغمى عليه ومعاه مسدس وفي راسه جرح من اثر الرصاصه، ومش متذكر هو كان بينتحر وفشل ولا حد حاول يقتله معرفش ولا ايه اللي حصل بالظبط، وده لان ذاكرته يعتبر ممسوحه حرفيا. وساعتها ميتشل وسميث بيقرروا ياخدوهم معاهم لحد ما يفتخروا يبقى يقول لهم على كل حاجه، لكن كلاين كان خايف منهم لا يورطوه في الجريمه ولا حاجه. واول ما بيخرج بيشوف طفل بيهرب من السيده بتاعته، فبيستغل الفرصه انهم مشغولين بيه وبيهرب منهم، وبيفضل يجري لحد ما بيدخل جوه حاره ضيقه. فساعتها بيظهر شويه ميه وهي بتترمي عليه لكنهم بيثبتوا في الجو، فبيعرف ان في متجاوز في المكان اللي هو بيتحكم في الميه وبيبدا يدور عليه، والمكان بيبدا يضيق عليه لحد ما بيلاقي طريق واحد بس هو اللي مفتوح، هو الطريق لعربيه الشرطه. فبيقرر انه يهرب معاهم بدل ما يموت احسن، وبيركب معاهم من سكات عشان هو ماشي في الطريق يروح في النوم. فاول ما يفوق يلاقي نفسه في البيت ويفتكر انه كان بيحلم، لكن اول ما بيشوف ميتشل داخل عليه بيعرف ان كل اللي حصل كان حقيقه وما كانش بيحلم ولا حاجه. وبنكتشف بقى ان ميتشل ده بيبقى هو المتجاوز اللي كان بيطارد كلاين، وفجاه بيتحول وبيظهر بنت شكلها غريب وبتحاول تهدي كلاين، فميتشل بيقول له انها تهديه بس وانه من نوعها المفضل لانها بتحب الجن. ومره واحده يغمى عليها وما بيحسش باللي حصل، واول ما يفوق بيلاقي نفسه جوه العالم وبيشوف باباه ومامته قدامه. لكن البنت بتبدا تتكلم معاه وبتقول له انها مش هتقدر تمسح له كل الذكريات المؤقته، بس في حاجات بتبقى مفحوره جوه الذاكره ومحدش يقدر يمسحها مهما حصل. وفجاه بتظهر بنت شكلها غريب وبتساله عن كراسه الموتى، وهي دي نفس الكراسه اللي ويلش ونايا كانوا بيقراوا منها التعويذ قبل ما يموت. لكن كلاين بيحاول يهرب منها باي طريقه، بيستجمع قوته لحد ما بيمسك المسدس وينتحر تاني، علشان اول ما يفوق يلاقي نفس البنت واقفه تتكلم مع ميتشل وبتقول انها اول مره تشوف حد ذاكرته صعبه وما تقدرش تتحكم فيها كده. واول ما بيشوفوه صح قدامهم بيعرفوهم انه مش هيقدروا يحموه كتير، فبيعرضوا عليه انه يبقى متجاوز زيهم عشان يقدر يحمي نفسه. وتحس كده لولا ان كلاين اتصدم لو عرضوا عليه يبقى متجاوز، فتفتكر هيوافق ولا لا، لكن كلاين بيختار مصيره بايده وبيوافق انه يبقى متجاوز. عشان كده ميتشل بيبعت له الحاله وسط البلد، المفروض ان تريال المتجاوز هناك هيشرب منه. ولما يوصل عامل الحاله بيساله عن اللي بعته، فبيقول له ميتشل عشان العامل يدخله جوه سرداب غريب ويخليه يقابل بنت اسمها روزان، وروزان هي كمان بتقوم تاخده توصله لمكان تاني، وهناك بيقابل ضابط اعلى في الرتبه بيديله شويه نصايح، وبيعرف انه مجرد ما يبقى واحد منهم هيواجه مشاكل كتير لازم يبقى جاهز لها. وبياخدها يدخله اوضه شكلها غريب عشان يعرفوا انها عباره عن مقبره جماعيه لكل متجاوز انضم ليهم ومات، عشان كده بيخلي اسمه عندهم وبيفضلوا فاكرينه، وبيعرفوا انهم حراس لكن في نفس الوقت محاربين، وطول الوقت هيبقوا في صراع دايم مع قوى الشر لازم يبقوا جاهزين ليهم. وبيكلموا عن كل قسم عندهم المفروض انه يختار واحد فيهم، فبيفضل كلاين ماشي في طرقه ملهاش اخر عشان يختار القسم اللي هينضم ليهم، ويبقى حاسس كانه بيقدم في الجامعه مش عارف اي حاجه والموضوع صعب عليه، لحد ما بيدخل اوضه مكتوب على اسمه الكيمياء عشان يقابل عجوز نيل، واللي بيتعرف عليه في البدايه وبيقول له انه ما يستعجلش على الرتبه بتاعته. وتحس كده ان نيل بيختبره وعايز يشوف قدراته على التحمل قد ايه، لانه طلب منه ينضف له الاوضه كلها الاول ويرص له كل الكتب بتاعته، وبيفضل مركز معاه طول الوقت مستنيه يختار الرتبه بتاعته او بمعنى صح المنصب اللي هيدخل ليه. فكلاين بيتشجع وبيختار انه يبقى عراف، وبيقول انه اختار بناء على اختار قبله ليه. فبيبدا نيل يجهز له التريقه بسرعه وهو متحمس، وبعد ما بيحط مجموعه مواد على بعضها بيديله التريقه يشرب منه. فكلاين اول ما بيبص لها بيحس انه هيجيب له تسمم بسببها، لكن بيشربها غصب عنه، ومجرد ما التريقه بيدخل جسمه بيبدا يحس ان في حاجه غريبه بتحصل له، وده نتيجه القوه الجديده اللي
اكتسبها. فلما بيبص على نيل بيشوف حاله حوالين منه، وساعتها نيل بيقول له ما يستغربش انه شاف كميه الطاقه اللي من جواه، وهي دي قوه العراف الكبيره، انه يقدر يتعرف على طاقه اللي قدامه عشان يحدد مصيرها ايه ويشوف له المستقبل بتاعه. المهم بعد ما بيخلص مع نيل بيطلع يقابل الضابط مره تانية عشان يديله اول مهمه ويقبضوا فلوسها كمان. فبيفرح كلاين لانه يكسب فلوس كتير وبكده يطلع من الفقر، وبيوافق عن المهمه من غير ما يعرف هي ايه. فبيطلع يتجمع مع ميتشل عشان يروح يحققوا في قضيه اختطاف، واللي حصلت لتاجر تبغ اختفى الصبح محدش قدر يوصل له. وما ان كلاين اول يوم ليه بالقوه الجديده، ميتشل بيطلب منه انه يبدا يستخدمها ويشوف التاجر اختفى فين. فبيطلع كلاين عصايه من معاه بيطلعوا على اسم عصايه السحر عشان يحول القمر للون الاحمر، ومن خلالها يبدا يشوف حاجات حصلت في الماضي. واول ما بيعرف المكان اللي اختفى فيه العراف، العصا بتاع من ايده وبيرجع يقول لميتشل على اللي شافه، اللي ساعتها بيأمر السواق انه يتحرك لنفس المكان بسرعه لحد ما يوصل لبيت معين بيدخلوا فيه. وساعتها كلاين بيبدا يشوف عدد الاشخاص اللي مستخبيين جواه. فبيدخل ميتشل يدور الضرب في الخطاب اللي بيضرب عليه رصاص لكنها ما بتاثرش فيه. وبعدها ميتشل بيقتله وبياخد التاجر عشان يمشي، لكنهم بيحسوا بوجود حاجه غريبه في المكان. وفجاه بيظهر وحش بيهجم عليهم، فبيحاول ميتشل يوقفه لكن بيديله فرصه لكلاين ينفذ اول عمليه ليه بنجاح، وبيخليه يطلع المسدس بتاعه ويقتل الوحش عشان الوحش يقع قدامهم ميت. وكلاين واقف مصدوم من اللي حصل. وبعد ما بيخلصوا كلاين بيحس انه كان موجود في البيت ده قبل كده لكنه مش فاكر اي حاجه. ولما بيحاول يخرج من البيت بيبدا يشوف هلاوس حواليه لحد ما باب اوضته بيتفتح له لوحده فبيدخل جواها. وساعتها بيكتشف الكتاب اللي ميتشل كان بيسال عنه، وبيفتح نفس الصفحه اللي مكتوب فيها ان كلهم هيموتوا بما هو. فبيصحى كلاين من النوم بيكتشف انه كان بيحلم مش اكتر، وبيقول له ان اكيد في دليل على الكتاب ده جوه نفس البيت. فبيجري يبلغ ميتشل عشان يساعده يرجعوا لنفس البيت. ولما بيحاول كلاين بيستخدم العصايه بتاعته لكن بيحس ان في طاقه غريبه هي اللي بتسيطر عليها وبتحاول تمنعه انه يوصل للكتاب. ساعتها ميتشل بيقول له انه لازم يبلغ فرسان الهيكل بسرعه عشان يلحقوا يساعدوه. ولما بيحاول يشوف ذكريات الراجل اللي كان بيتبع كلاين بيقدروا يعرفوه انه تابع لمنظمه سريه، والمنظمه دي هدفها انهم يوصلوا الكتاب. وبكده بيحاولوا يشتتوه عشان يوصلوا هم الاول. بس هم ماشيين كلاين بيشوف حاجات غريبه وبيقدر يوصل لمكان هو شافه قبل كده، وبيكتشف ان في جثه لكنه مفتكر ان جه المكان ده قبل كده وسلم الكتاب هنا. فبيبداوا يشكوا في ابن الجثه اللي قدامهم هو اللي اسمه بران ان هو اللي ورا الموضوع. فبيطلبوا من كلاين يستخدم قوته عشان يدوروا عليه. وبيبدا ميتشل سلسله بيقول انها بتتضخم جوه العراف، وبيعرفوا ان فرسان الهيكل سمحوا انهم يختموا قطع اثريه من الدرجه الثانيه واللي هيستخدموها عشان يلاقوا بيه. فكلاين بيبقى عنده حب استطلاع وبيسال عن القطع الاثريه دي. ساعتها دان بيقول انه مش كلهم معروفين، وان في قطع اثريه بتبقى غامضه ومش معروف عنها حاجه، وانها بتبقى مختومه ورا ابواب قويه جدا يعني محدش يقدر يدخل لها بسهوله. وحته مختومه من الدرجه الثانيه معناها انها قويه جدا. وساعتها بيوصل فرسان الهيكل والاتنين كانوا من التسلسل السابع. فواحد منهم بيطلب انهم يعملوا زيه، ما بيوافقوش ابدا. فبيبداوا ينفذوا الطقوس زي ما بيعمل لحد ما بيظهر صندوق ضخم بتطلع منه دميه مهرب. وقتها كلاين بيستهزأ او بيتريق على الدميه دي وبيقول له بقى الدميه الغلبانه دي خطر. ساعتها الدميه الغلبانه دي بتتحول لدميه شريره وبتهجم عليه بسرعه، اللي بتكتفه وما بيقدرش يتحرك. لكن ميتشل بيدخل ويحرره، فالدميه بتجري ورا كلاين برضه ومش سايباه. وساعتها ميتشل بيستغرب ان الدميه سايباهم كلهم برغم انها اقرب ليه من كلاين. لكن دان بيقول له ان الدميه بتتحرك ورا الكتاب، وما ان كلاين هو اللي ماسك فيها فاكيد مش هتسيبه. وبنعرف بقى ان الدميه دي عندها قوه خارقه بتقدر تكتف اي بني ادم في نطاق 5 متر، معنى كده ان اي حد هيقرب منها هيتاذي جامد. وبقول لهم انهم ينفذوا الحركه دي عشان لو لاحظوا اي تغيير على اي شخص يلحقوه. في نفس الوقت بننتقل لمكان تاني اسمه مستودع الرصيف عشان نشوف بيرو وهو بيعمل طقوس السحر، وبنكتشف ان الكتاب معاه لكنه بيتحول لوحش فجاه وشكله غريب وبيبلع الكتاب جواه لحد ما كلاين بيوصل فجاه. وساعتها الوحش بيهجم عليه، فبيحاول المتجاوزين كلهم انه يوقفوه لكن قوه الوحش كانت كبيره. بيحاولوا يوقفوه باي طريقه لكن المذكره بتتفاعل مع الوحش وبتسبب انفجار كبير بتعمل اصابه لدان. فكلاين بيحاول يستخدم قوته عشان ينام الوحش، والبنت اللي معاهم بتستخدم قوتها هي كمان بتدمره لكنها بتتصاب هي كمان وبتقع على الارض. فبيجري كلاين عليها وبيديها جرعه عشان تخف. وبعدين بيرجع يدور على الكتاب لحد ما بيلاقيه، لكن بيظهر المهرج اللي قبله قبل كده وبيهجم عليه. بس بيقدروا يوقفوه بسرعه وبيقيدوه بالسلاسل، لكن المهرج بيقدر يحرر نفسه وبيهرب بسرعه. ولما كلاين بيطلع مسدسه عشان يقتله، المهرج بيقدر يغير مكانه بسرعه والرصاصه ما بتجيش فيه. وكلهم كانوا مفكرين ان عايزين يقتلوهم، لكن في الحقيقه هم عايزين ياخدوا الكتاب منهم، وبيستغلوا قوته الكبيره وبيأثر عليهم. فكلهم بيثبتوا مكانهم ومحدش يعرف يتحرك. فبيحاول كلاين يهدي نفسه بيقول ان لو في قوه خارقه تساعده هيقضي على المهرج ده، ويفتكر قوته الجديده بتبدا ينفذ الطقوس بتاعته لحد ما بيقدر يحرر نفسه ويخرج من مجال المهرج. وبيستغل انه يشوف المستقبل فبيطمن لو عامل زي ما بيخطط هيبقى عايش ولا لا. ولما بيطمن انه مش هيحصل له حاجه بيقرر ينفذ خطته. وساعتها المهرج بيقرب منه وبيعرض عليه صفقته، وهي انه يديله الكتاب مقابل انه يشيل الجدار اللي عامله حواليهم. في الوقت ده بيستغل كلاين انه قريب من الدميه وبيقع تحت سطرها، وبعدين بيخلص عليه. بنعرف ساعتها ان المهرج من النظام السري هو كمان. وبعد ما بياخد الرصاصه ويقع بيقوم تاني وبيقول له كله هيموت، وبعدها بيموت هو كمان. وبعد كل اللي حصل ده بيرجع تاني وبيقرر يرجعوا الكتاب مكانه. فدان بيقول لكلاين انه عارف انه عنده فضول ناحيه الكتاب، لكنه هيخلي الفرسان يبص فيه الاول وبعدين يبقى ياخده. بيعترفوا انه قوي فعلا وبيشكروا على اللي عمل علشانهم، وبيقول له انه هيبلغ
فرسان الهيكل بكل اللي حصل عشان يعينوه معاهم بشكل دائم في اقرب وقت ما كانوا ماشيين كلاين بيبص على المهرج وبيتاثر باللي عمله فيه لان اول مره يقاتل، لكن دان بيهديه وبيعرفه انه انقذ ناس كتير باللي عمله ده وبالبلد كده ما تشيلش نفسه اكتر من طاقتها. وساعتها كلاين بيرد عليه بيقول له انه عارف ايه التسلسل التامن اللي بعد العراف بيقولوا له المهرج. بيوصل فرسان الهيكل وبياخدوا الكتاب معاهم وبيشكروا كلاين على اللي عمله وبيعترفوا بقوته وبيمشوا. في اللحظه دي كلاين بيبدا يحس ان التريق اللي اخده بدا يتهضم، وزي ما قلنا قبل كده ممنوع متجاوز يترقى وياخد جرعه تانية قبل الجرعه الاولى ما تتهضم، فده معناه ان كلاين قرب يترقى وياخد الجرعه التانية وبكده هيوصل التسلسل رقم 8. وافتكر الكلام اللي المهرج قاله فبيقرر يزور المعلم بتاعه في الكليه واللي كان بيدرس له ماده التاريخ عشان يسال عن شويه مصطلحات غريبه المهرج قالها له، لكن المعلم ما بيبقاش عارف معنى الكلمات دي ايه وبيقول له ان اسمعها قبل كده مش عارف هي تخص ايه بالظبط. لكن قبل ما كلاين يمشي المعلم بيوقفه بيساله لو كان يشتغل فعلا في شركه امن بتحافظ على التحف الاثريه، وبنكتشف ان فرسان الهيكل موهومين الموضوع ومخترعين الجمله دي عشان يشتغلوا تحتها من غير اي لفت انتباه. وكلاين بيوثق كلامه كمان بانه بيحب استكشاف التاريخ فاشتغل معاهم، وساعتها المعلم بيحذره انه يدخل لمناطق محظوره ولا تسببه بسوء الحظ، فكلاين بيطمنه انه هياخد باله وبيسيبه وبيمشي. ومجرد ما بيخرج بيبدا المعلم يرد نفس الكلمات اللي كلاين سالها عنه، وبيخرج هيكل عظمي ضخم من ظهره وشكله كده وراه حاجه كبيره. بعدين بننتقل لمكان تاني عشان نشوف شخص بيتعذب وفي صوت جاي من وراه وبيلقبه بالكهنه الاعظم، وبيطلب منه الشخص ده انه يديله فرصه تانية يبرر موقفه، وبيبدا يكلمه عن الكتاب وبيقول له انه مجرد ما يبقى في ايديهم بيتحول للكتاب عادي جدا ملوش اي لازمه، وبيعرفوا انه حاول يدور على كبش فده يعرف بيه السبب لكن ما وصلش لحاجه. فبيرد الكائن عليه وبيقول له انه بسبب اللي عمله الاضحيه بتاعته ماتت وانها دلوقتي موجوده تحت سلطه صقور الليل وده هيبقى سبب في عوده سيدنا، ومش عارفين الصراحه مين سيدهم اللي بيتكلموا عنه ده. لكن الشخص الغريب ده بيبدا بطريقه غريبه انه يعضه في ايده ويقطعها، وبيقول للكائن ان في شخص واحد على قيد الحياه وانه اكيد هو اللي سلم الكتاب لصقور الليل وانه هيتولى الموضوع ده بنفسه عشان يثبت حسن نيته. فبيرد الكائن عليه وبيقول له ان دي فرصتك الاخيره. في نفس الوقت بنروح لكلاين وهو بيزور نيل واللي كان رايح يتعلم قوه سحريه جديده وعباره عن سحر بيطلقوا عليه اسم السحر الطقوسي واللي بيتنفذ لو كانت الادويه المناسبه موجوده، وبيعرفوا نيل اللي يتنفذ عن طريق تعويذه معينه بيرددها لطلب المساعده. وبيبدا نيل يرد شويه جمل غريبه كده بيسميها طقوس سحريه وبيدعو الروح اللي بيستدعاها انها تسد عنه الدين بتاعه. فكلاين بيستغرب هي هتساعده ازاي مفيش حاجه اتغيرت، لكن نيل بيبقى واثق في السحر بتاعته وبيخرج يتمشى معاه في الشارع. وساعتها بيتفاجئوا بمحفظته واقعه على الارض فيها مبلغ كبير جدا بس ما بيعديش كتير وبيظهر صاحب المحفظه اللي بيطلب منها يرجعها له. فساعتها كلاين بيقف مستني يشوف نيل هيتصرف ازاي، هيطمع يقول له ان المحفظه دي بتاعته ولا هيرجعها للراجل. لكن نيل بكل ثقه بيرجع المحفظه لصاحبها واللي بيطلع فلوس منها ويديها لنيل، وشوف يا اخي يطلع نفس المبلغ الديني اللي على نيل بالظبط. وهنا بقى بيتدبر ويقول جملتين لكلاين وهي انه كان واثق في السحر بتاعه عشان كده اللي طلبه اتحقق، وانه قبل ما يقول اي تعويذه لازم يبقى مصدقها عشان تتحقق فعلا. وبيبدا يكلموا عن بعض التعويذ اللي مذكوره في الكتب السحريه القديمه. وفجاه وهم ماشيين بيقابلوا بنت بتعرض عليهم يدخلوا النادي ينطوا عليه نادي التنبؤ، فبيستغرب كلاين ان في نوادي خاصه بالتنبؤ لكنه بيروح معاها، لكنه بيستغل قوه العراف اللي عنده بيشوف الثقه بتاع كل واحد اللي قدامه، ولما بيلاقوه عراف زيهم بيدوا له الكشف المجاني. وبتظهر نفس البنت اللي قابلته وهي بتقول له ان الست فينيس قالت لهم ان في شخص مرهوق هتزورهم النهارده وما لقوش احسن منه يدوا له الهديه دي. فبيقرر كلاين انه يزور العراف فينيس بنفسه عشان يتعرف عليها وبيستخدم قوته عشان يعرف طاقته عامله ازاي، لكن اول ما بيبص له بيحس ان طاقته مشوشه ومش قادر يشوفه كويس. فبيقرر ان العيب منه هو عشان فينيس تقطع تفكيره ويقول له يدخل، وبيعرفوا انه شايف جوه حاجه كبيره هيقدر يساعدها بيهم قدام. وبيفضل يقول له في كلام كتير كلاين مش فاهم منه حاجه لكنه بيبقى حافظ وصم وبيشكره على شويه النصايح دي وبيقوم يمشي. لكن فينيس بيديله هديه وهو ماشي، وساعتها بنلاحظ ان في كام صبع من ايده مقطوعين، ولو مركز معايا تقدر تقول هو مين فينيس ده. ايوه هو نفس الراجل المجهول اللي كان بيتكلم مع الكاهن الاعظم. معنى كده ان بدا ينفذ خطته وبيلف حوالين كلاين. اللي هتعرف كمان شويه ان الشخص اللي راجع مخصوص عشان يخلص منه. المهم كلاين بيرجع البيت وبيبدا يربط الاحداث ببعض وبيشوف طريقه يرجع بها العالم بتاعه، لكنه مفيش قدامه غير طريقه واحده وهي طريقه الضباب الرمادي. وعشان يوصل قدامه طريقتين، واحده منهم طويله جدا وصعبه وهي ان نستنى لحد ما يترقى في التسلسل وكل ما ياخد جرعه يهضمها ويترقى اللي بعدها. والحل التاني انه يستخدم الحظ بتاعه يلاقي نفس التعويذ اللي نيل عملها بس باختلاف شويه حاجات. يعني بالبلدي كده ان يستدعي الروح اللي نيل استدعاها ويطلب منها تنقله العالم بتاعه، بس دي فيها حظ كبير ولو فشلت فهيفضل محبوس جوه العالم ده طول عمره. لكنه بيعتمد على حظه وبيبدا يكتب التعويذ بالشكل اللي هو شايفه او اللي يقدر يغير فيه عشان تساعده وترجعه. في نفس الوقت ده بيلاقي الباب بيخبط فبيخبي كل اللي في ايده وبيخرج يشوف مين، فاكتشف انها ماليسا اخته اللي بتنصحه ما يجودش نفسه فوق اللازم، وده لانه مقضي وقته كله في القراءه وده مش كويس عشانه. وبتعترف ان في واحده صاحبتها عزمتها على حفله خاصه وبتعرض عليه انه يروح معاها. بتعدي الايام وبيوصل لليوم اللي فيه ميعاد التجمع اللي لو تفتكر شويه مع الشباب والبنت قابلته
قابلتهم في السماء قبل كده، بس المره دي كانت مختلفه، انه بحافظ شويه تعويذ بصفته بقى عراف وبيستخدم القوه السحريه بتاعته وبيبص على كتبهم الكبيره وايه اللي جاي وراهم بمعنى اصح. لكن كلاين بيقطعهم وبيعرفوا انه عشان يبقوا من المتجاوزين لازم يعرفوا ان كل حاجه متعلقه بالهضم، وانهم مش هيقدروا يعلوا في الرتبه من غير ما جسمهم يمتص الترياق الاول وبعدها يترقوا في التسلسل. فالبنت بتساله ايه اللي هيحصل لو الحيوان شرب من الجرعه دي. بنكتشف ان الكلب بتاعها كسر الازازه وشرب من الترياق، فخاف كلاين من اللي حصل له ده لانه مهيأ لقوه المتجاوزين. لكن بيبدا يشرح لهم كل حاجه وبيطلب منهم يجمعوا شويه اسرار عن الرز السريه، وبيعرف انهم يتجمعوا يوم تاني عشان يستخدموا السحر الطقوسي، وده عشان يحاربوا حاجه جديده وانهم يتمنوا يحلموا احلام سعيده، ولو قدروا ينفذوها بشكل صحيح والتعويذه طلعت صح هيستغلها ويستخدمها بعدين في حاجات كتير. وده يقول لنا انه لسه مش واثق في السحر الطقوسي زي ما نيل طلب منه، وطبعا ما بقوش فاهمين اي حاجه، فيبدا يرد لهم شويه التعويذ اللي حفظها عشان يظهر كان غريب وغامض من وراهم. فينتهي كلاين التعويذ لحد هنا ويرجع لبيته، وبتعدي الايام لحد ما بيوصل ليوم الحد، واللي بيروح مع اخته عشان يحضر عيد ميلاد بتاع صاحبتها، وهو مجهز نفسه عشان يعمل الطقوس بالليل. لكن هو في الحفله بيتفاجئ بنفس البنت اللي شافها خارجه من عند فينوس، وهي قاعده مع اخته وبتطلع مرايه سحريه، وبتبدا تردد تعويذ معينه بتخليها تتنبأ بحاجات دقيقه جدا. لكن كلاين بيبدا يحس ان في حاجه غريبه بتحصل في البيت، وبيجري بسرعه يشوف في ايه، وبيطلع السلسله بتاعته عشان تساعده، لكن المرايه بتتحول للون الاسود فجاه، وفجاه بنلاحظ ان البنت اللي قالت التعويذ اتلبست، وكلاين كان واقف مش عارف يتصرف ازاي، ولا عارف يتصل على جان عشان يساعده، ولا هو حافظ التعويذ اللي هتحمي اخته. فبيقرر انه يستخدم التعويذ اللي نيل علمها له، لكن الادوات كانت ناقصه، وعلى ما بيبدا في تنفيذ التعويذ كانت البنت اقتربت خلاص مع المرايه، وبيظهر فينست هو كمان وساعتها بيهجم على كلاين، فبيحاول كلاين انه يقتله لكن الرصاصه ما بتاثرش فيه. وقتها فينست كان عاوز يعرف اللي عرفه من الكتاب وهو بيأثر عليه، لكن البنت والشباب اللي في السماء بيستخدموا التعويذ اللي علمهم وبيجروا منه، وبيستغل كلاين الفرصه وبيقول التعويذ اللي بتحرر اخته من تحت سيطره فينست، وفعلا بيقدر يعمل كده، وبكده يبقى فينست فشل في المحاوله الاخيره. فبيظهر كان غامض وبيقتل فينست وبيخلص عليه، وعلى ما دان وميتشل بيوصلوا للمكان بيلاقوا ميت وجنبه تعويذه غريبه، وساعتها دان بيبدا يتخيل ان في مكان تاني خالص وفي كيان ضخم جدا مقيم بسلاسل وشكله مرعب، فمبقاش عارف يعمل ايه. وقتها بيفوق بيرجع كلاين للبيت وهو بيلوم عشان ما بلغوش من البدايه بكل اللي هيعمله، وانهم كانوا يقدروا ياخدوا معلومات كتير لو كانوا لحقوا فينست قبل ما يموت، لكنه بيوصلوا للبيت سيد المدير، واللي كان كلاين انتبه انه يرجع تاني وهيعيش، فبيدخل يهديه عشان متبهدل على الاخر بسبب حاله الخاطر. لكن فجاه وهو بيعمل الطقوس عليه بتروح في النوم، وبيحلم بنفس الكابوس بتاع كل مره، وفي شخص بيقول له هو رينيس، وده نفس اللفظ المهرج قاله له قبل ما يموت. فبيصحى من النوم مفزوع وبيطلع يحكي لدان اللي شافه، فبيقول له ان كل اللي قاله ده مش كفايه وانهم محتاجين لدليل اقوى من كده. ولما بيرجع كلاين البيت بيلاقي حاجه جايه له من فرسان الهيكل عشان يبلغه بالمهمه الجديده، وبيديله فلوس المهمه دي مقدم، فبيفرح كلاين بالفلوس وبيروح يقابل عجوز نيل واللي بياخده السوق تحت الارض، واللي كان موجود فيه من جميع العوالم، وبيعرفه انه مش اي حد يقدر يدخل السوق ده لو كان من المتجاوزين او المعاقبين، لحد ما بيقابل واحد بيقول لهم نروح من تنه، وبيفضل يتالف في الارض. كل ده نيل واقف مش فارق معاه وكانه متعود على الحاجات دي. اما كلاين فكان بيجيب ميه من كل حته من كتر الخضه اللي هو فيها، وفجاه هم ماشيين بيلاقوا ناس بتهجم عليهم، فبيحاول كلاين يهرب منه لحد ما يستخبى، وبيطلعوا قاصدينه عشان يقتلوه، فبيفضل يجري وهو نيل ما بيطلعش في السوق. وساعتها بيقابلوا دان بره فبياخدهم وبيرجع على البيت، وبعد ما بنعرف ان كلاين زاد اجره وبقى ياخد اضعاف اكتر من الاول بسبب كميه المغامره اللي بياخدها، وبقى يقضي وقته ما بين التدريب وبين تنفيذ المهمات عشان يكسب فلوس اكتر. كل ده هو مش ناسي انه عايز يرجع للعالم بتاعه، وكل شويه يفتكر اهله واللي حصل لهم لما كان معاهم. وفي يوم بيسلم مهمه جديده فبيروح عشان ياخد المعلومات اللي عاوزها، لكنه بياخد دم معاه، وبيستخدم السلسله المختومه عشان تدله على مكان تريس، الشخص اللي كلهم بيدوروا عليهم مش لاقيينه طريق جره، لكنهم بيدخلوا منطقه غريبه الموب بيفرفر فيها في كل مكان، وعدد الوفيات بتزيد كل مده، وشاك ان تريس هو اللي ورا الحالات دي. واول ما يوصل قصر معين بيقرروا يهجموا عليه، اللي بيبقى ساكن فيه ساحر وبيستخدم تعويذ محرمه، واول ما السحره بتشوفهم بتستخدم السحر بتاعها وبتختفي منهم تطلع تهجم عليهم، وبرغم انها بتقتل واحد منهم الا دان بيقدر يجرحها في ايدها، فبتهرب منه لما بتحس انه يقدر عليها، وبيستخدم تعويذه عشان تعمل نسخ كتير، فالارواح بتبدا تطلع من القصر وتهجم عليه وهم مش عارفين يوقفوهم. لكن كلاين قرر يدخل القصر يعطل السحره، وخاصه ان هو الوحيد محمي بالسحر، فالسحره بتقرر تلعنهم كده، وبتبدا دان واللي بتسلط عليه ورده عشان تاخد منه شويه دم، واول ما بيوصلوا بتعمل عليه تعويذه بتلعنه. ولما السحره بتختفي والجو بيهدي بيشتكي انها تبقى تريد، وانه حاول نفسه لواحده ست عشان يقدر يعمل اللي بدأه، وده يفسر انهم ما عرفوش يقبضوا عليه طول السنين اللي فاتت. لكنه بنشوف السحره وهي راكبه قطر ومهاجره خالص من المدينه، ومش عارفه السحره بتاعها اللي مسيطر على الركاب ولا هم اساسا رجالتها، لانهم اول ما يشوفوها بيوقفوها على طول. ولحد هنا بيخلص الانمي بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم، مستنوني في انمي جديد، وما تنسوش الجزء الثاني معانا عشان نعرف ايه اللي هيحصل، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي رايك في التعليقات، ويلا سلام.